كتير بنسمع جملة بتتردد في مجالسنا وقعدتنا، تلاقي واحد يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. طب يا ترى الجملة دي صحيحة 100% ولا محتاجة شوية تصحيح وتظبيط؟ قبل ما نغوص في الإجابة ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو، علشان ده بيساعد جدا إن المحتوى الهادف يوصل لناس أكتر وتعم الفايدة. جهز كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدأ. كتير مننا بيستخدم جملة ربنا عرفوه بالعقل كدليل قاطع على وجود ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقينا بنقولها بنية طيبة جدا علشان نرد بيها على أي حد بيشكك. ورغم إن النية طيبة والهدف نبيل، إلا إننا لو دققنا في الجملة دي هنلاقيها مش دقيقة تماما من الناحية الدينية. الحكاية الحقيقية أعمق من كده بكتير. الحقيقة هي إننا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بالفطرة أولا، الإحساس الداخلي اللي مولودين بيه، وبعدين جه العقل علشان يأكد الإحساس ده ويوصلنا لدرجة اليقين. ربنا سبحانه وتعالى زرع في قلب وعقل كل إنسان بوصلة داخلية. البوصلة دي بتوجه الإنسان دايما وبتعرفه إن الكون ده ليه خالق عظيم ومبدع ومتحكم في كل ذرة فيه، وده بيحصل قبل ما الإنسان يكبر ويبدأ يفكر بعقله أو يدرس قوانين المنطق. الدليل على كده من القرآن الكريم واضح جدا. ربنا بيقول في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية العظيمة دي بتتكلم عن حاجة اسمها الميثاق الأول، وده معناه إن الإقرار بوجود ربنا ووحدانيته محفورة في أعماق نفوسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى العظيم ده في الحديث الصحيح لما قال: وما من مولود إلا يولد على الفطرة. يعني الأصل فينا كبشر هو الإيمان ومعرفة الخالق، والبيئة اللي بتتربى فيها أو الأفكار اللي بتدخل علينا هي اللي ممكن تغير الفطرة دي وتشوش عليها. طب هنا يجي السؤال المهم جدا يا بوكش، طالما احنا مولودين بالفطرة وعارفين ربنا بيها، طب ايه هي لازمة العقل ودوره في حياتنا وإيماننا؟ حلو، تعالى بقى نفهم سوا. العقل يا سيدي هو آلة التدبر والتفكر، ووظيفته الأساسية مش إنه يخترع فكرة وجود ربنا من العدم، لأن الفكرة دي موجودة أصلا بالفطرة، لكن وظيفة العقل إنه يبحث في الكون ويشوف المعجزات اللي حوالينا في كل مكان ويربط الخيوط ببعضها علشان يوصل للحقيقة الكاملة. لما العقل يتأمل في تعاقب الليل والنهار، في الجبال والرواسي، في دقة الكون، حتى في تكوين جسم الإنسان نفسه، بيبدأ يدرك عظمة الخالق اللي أبدع كل ده. وهنا يا صديقي بيحصل التكامل العظيم. العقل بيتأكد إن الفطرة اللي جوه قلبك دي صحيحة 100%، قلبك يطمن أكتر وإيمانك يزيد. مش كده بس يا صديقي، العقل كمان هو الأداة اللي بنقدر من خلالها نفهم الأوامر والنواهي ونستوعب حكمة الشرع والدين اللي ربنا نزله لينا علشان ينظم حياتنا. وعلشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى بيمدح العقل والتفكر في القرآن، وبيقول في آيات كتير: لآيات لقوم يعقلون. العقل هنا هو الكشاف اللي بتشوف بيه نور الحقيقة، بس مش هو اللي بيصنعها. كده البوكش لخص وخلص. لازم تعرف دايما اننا بنعرف ربنا بقلوبنا وفطرتنا النقية، وبنستخدم عقولنا علشان نتدبر في ملكوته ونزداد ثبات. الفطرة هي البذرة والعقل هو المية اللي بتسقيها علشان تكبر وتبقى شجرة يقين ثابتة وجذورها قوية. يا رب تكون الحلقة نورت حتة جديدة في تفكيركم. ما تنسوش تشاركونا برأيكم في التعليقات، واستنونا في الحلقة اللي جاية بموضوع جديد. سلام.